الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكبرين الشرف، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في شهر رمضان، في شهر القرآن، في شهر التراويح. مسألة أردت أن أذكر بها نفسي ونذكر بها إخواني. أرى أن الناس تواطؤوا على فعلها. هذه المسألة جلوس المصلي في صفوف المسلمين في صلاة التراويح، يجلسون ولكن ليس للصلاة. وهذه المسألة لها صور. بعض إخواننا يصلي معنا ركعتين، يصلي معنا 4 ركعات، ربما يتعب هذا الإنسان فيجلس في الصف، يرتاح ركعة ويرتاح ركعتين، ثم بعد ذلك يستأنف. وهذا الأصل فيه أنه كان يكبر تكبيرة الإحرام ويجلس في الصف، يرتاح وهو متلبس معنا بالعبادة، لأنه مبنى صلاة التراويح والنافلة إجمالا على التخفيف. أحيانا بعض إخواننا يصلي مع الإمام 8 ركعات أو يصلي 10 ركعات. لما يصل الإمام إلى صلاة الشفع والوتر، هذا الإنسان يريد أن يقوم الليل في بيته، فلا يصلي معنا صلاة الشفع والوتر، إنما يجلس في مكانه حتى يتم الإمام. وأحيانا وللأسف الشديد بعض إخواننا يجلس في الصف، الإمام راه قاعد يصلي ونكبر الإمام إلى الركوع، يريد أن يدرك معه فضل الركعة وإدراك الجماعة فيكبر. أردت أن أتحدث عن هذه المسألة والتي لها صور كثيرة ومتعددة. أقول يا إخواني، الصفوف لها أحكامها الشرعية، الصفوف هذه لها أحكامها الشرعية، وهذه الصفوف لا تخضع لأذواقنا، لأننا نرى للأسف الشديد أن الناس بالغوا. أحيانا بين كل ركعتين وركعتين بعض إخواننا خاصة شبابنا يهز شوي ما هكذا باش يشرب، لكن ما أحدثه الناس أنه يقعد يحلق مع صاحبه ويجيب دقيقتين وقت 3، والإمام راه قرأ الفاتحة وقرأ ثمن من صلاة التراويح. هذه الصور ينبغي لنا أن نتجنبها. والسبب في ذلك يا أيها الأفاضل أن جلوس الإنسان في الصف وهو غير متلبس مع الإمام بصلاة الجماعة له محاذير شرعية كثيرة. أولا أن هذا الإنسان بفعل هذا، بجلوسه بين إخوانه في الصف بين إخوانه ولا يدخل مع إخوانه في الصلاة، هذا الإنسان بفعل هذا يكون قاطعا لصف المسلمين، ونخشى عليه أن تدركه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. من وصل صفا وصله الله بالرحمة وبالمغفرة وبالثواب، ومن قطع صفا قطعه الله، أي بمعنى أبعده وأخره عن مواطن الرحمة ومواطن الثواب ومواطن المغفرة ومواطن الرحمات. المسألة الثانية أنه هذا الإنسان من المحاذير أنه تفوت فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام، وإدراك الإمام بتكبيرة الإحرام له من الفضل ومن الرحمة ما الله به عليم. من المحاذير الشرعية أيضا أيها الأفاضل تفويته لثواب استماع قراءة الإمام في الصلاة. هذا الإنسان راه قاعد في بلاصته ومش داخل معنا بتكبيرة الإحرام، هو يسمع في الإمام، لكن يسمع الإمام وهو خارج الصلاة. سماعه للإمام وهو داخل الصف أعظم عند الله تبارك وتعالى من ناحية الأجر ومن ناحية الثواب. المسألة الأخرى أيها الأفاضل أنه هذا بفعله هذا فيه إشعار باستثقاله للصلاة، وكأن هذا الإنسان يدفع إلى الصلاة دفعة، وهذا يخشى ألا يشمله حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الإمام الخطابي رحمة الله عليه في قوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، في قوله واحتسابا قال: أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه، طيبة نفسه بذلك، غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. فيأتي الإنسان طواعية إلى الله تبارك وتعالى. أيضا أن هذا الإنسان من المحاذير الشرعية أنه تعمد بفعله هذا أن يدخل في مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا طويلا. وهذه الصورة تحديدا بعض إخواننا أنا رأيتهم بعيني أنه راه قاعد في الصف مع الإمام ما يكبرش تكبيرة الإحرام، هو الإمام يقول الله أكبر إلى الركوع، يريد أن يدرك مع الإمام هذه الركعة فيكبر مباشرة وهو جالس. هذا فعله صحيح وصلاته عقدت بها الركعة طالما أدرك الإمام مع ركوع. لكن هذه المسألة أيها الأفاضل اختلف فيها علماؤنا رحمة الله تبارك وتعالى عليهم. تعرفوا أنه عندنا مسألة في الفقه الإسلامي بما تدرك الركعة مع الإمام. مذهب جماهير الفقهاء
من الحنفية، من المالكية، من الشافعية، ومن الحنابلة، قالوا إنه إدراك الركعة يعني مع الإمام يكون بإدراك الإمام وهو راكع. صح، هذه المسألة ليس محل اتفاق. الإمام البخاري وابن حزم الظاهري وغيرهم أيضا من العلماء يرون أن إدراك الركعة يكون بإدراك الإمام وهو قائم زائد قراءة الفاتحة، أي بمعنى يشترطون لصحة الركعة ولانعقاد الركعة أنه لا بد للمأموم اللي خلف الإمام أن يدرك وأن يقرأ الفاتحة مع الإمام. فإن أدرك يعني هذا المأموم الإمام وهو راكع، عند هؤلاء أن هذه الركعة لا يعتد بها. فهذا الإنسان عرض نفسه بهذا الفعل، أنه قاعد في الصف هو الإمام يركع، هو مباشرة يزرب يركع ويلحق بالإمام. عرض هذه الصلاة، وإن كنا يعني نفتي بصحتها على مذاهب جماهير الفقهاء، لكنه يعني عرض صلاته أيها الأفاضل لخلاف العلماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أوصانا: دع ما يعني يريبك إلى ما لا يريبك، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نقول أن الصلاة ها هنا يعني صلاة هذا الإنسان صحيحة، لكن نحن نتحدث عن الأكمل وعن الأفضل. لذلك يا إخواني هذا الإنسان يعني إذا تعبت يكبر الإنسان، يجلس في مكانه يستمع يعني للإمام ويصلي مع الإمام على هيئته تلك. هذا الإنسان لا يرغب في الصلاة يعني فرغ، يعني قرر في نفسه أنه يكتفي بركعتين أو 4 ركعات مباشرة يغادر حتى لا يقطع صفوف المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام، لا مبدلين ولا مغيرين، لا فاتنين ولا مفتونين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله